عام نقابة الخطباء والأئمة والمؤذنين الكويتيين الشيخ سالم حمد القحطاني فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله أبدأ كلامي وصلاتي وسلامي على المضلل بالغمام محمد رسول الله. إني قائل فاسمعوني، إن أخطأت فاعذروني، يفنى ما في هذا الكون ولا يبقى إلا الله. أحبة الكرام، باسم إخواني الخطباء والأئمة والمؤذنين الكويتيين في نقابتهم تحت التأسيس، أتقدم إليكم بالشكر الجزيل على همتكم. أتقدم إليكم من إخوة في المنابر وفي المحاريب، من على المنابر يخطبون وفي المحاريب يتضرعون إلى الله جل وعلا ويعلمون ويردون على الذي يهزأ بالدعاء. أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. هؤلاء الذين يريدون العزة لأمتنا، حينما يشعر المسلم وهو يدخل المسجد أن الأمة الإسلامية واحدة من شرقها إلى غربها، وأن علم الشام يظهر في مساجد الكويت ويظهر في مساجد بلاد المسلمين شرقا وغربا، يحمد الله جل وعلا أن الأمة في خير وعلى خير، ولا تزال أمة محمد صلى الله عليه وسلم على خير. أيها الإخوة، سأختصر الحديث في مشاهد رأيتها على الحدود السورية من تركيا، الدولة التي استضافت أكثر من 12,000 من السوريين، ويتهيئون الآن لاستقبال 500,000 لاجئ سوري، لأنهم يعلمون أن هذا النظام مجرم. سأنقل لكم بعض الصور السريعة. الصورة الأولى هي الشكر الجزيل لكم يا أهل الكويت، مواطنين ومقيمين، شكرا لكم، يشكرونكم كثيرا لأنكم قدمتم وكسرتم حاجز الخوف الذي لا زال يسيطر على كثير من البلاد الإسلامية. الصورة الثانية هي صورة العزة والكرامة والإباء التي رأيتها في كل سوري قابلته. صورة العزة والأنفة من قبول التبرعات عجيبة. المشهد المتوقع لأي إنسان يرى من ينفق أو يوزع المال أن يتجمع عليه المحتاجون، إلا في سوريا وفي اللاجئين السوريين لم توجد هذه الصورة، بل إن صاحبنا وهو يوزع الأموال للسوريين الكل يبتعد وكأنه لا يريد هذا المال، بل إن أحدهم أتاني من الخلف وناداني وقال: يا شيخ، يا أخوان، جزاكم الله خير، هذه التبرعات لا نريدها، أرسلوها إلى إخواننا في الداخل. صورة أخرى من صور العزة والكرامة هي صورة الجرحى الذين زرناهم في المستشفيات على الحدود السورية. رأيت جرحى لكن العزة والشجاعة لا منقطعة النظير مع أولئك الأبطال. يقول: أنتظر الشفاء حتى أذهب برجلي، وهي أيها الإخوة يتصور أنها قد يعاق منها. يقول: أنتظر الشفاء حتى أعود وأقاوم هذا النظام المجرم. صور كثيرة يتألم منها المسلم ويتألم منها الإنسان الذي لديه ذرة من الإنسانية. ومع ذلك أقول أيها الإخوة: السلاح هو الذي يريدون، هم يريدون السلاح. ومن نعمة الله علينا أن كثيرا من المتبرعين، وأنا أستقبل مجموعة متبرعين، يقولون نريد السلاح. وافقت رغبتهم رغبة المتبرعين في الكويت، فاحفظنا اللهم بمتبرعينا، واحفظنا اللهم بأعمالنا الصالحة، واحفظنا اللهم بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم انصرهم بنصرك يا ناصر المستضعفين، اللهم انصرهم بنصرك يا ناصر المستضعفين. اللهم اجعلنا ممن نصرهم يا حي يا قيوم، ولا تجعلنا ممن خذلهم يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.